فاز ببطولة 2012 وكانت البطولة الوحيدة التي حصل عليها المنتخب المغربي على مستوى بطولة كأس العرب، والآن يبحث عن إضافة لقب آخر في سجلات الكرة المغربية التي تتفوق في السنوات الأخيرة في الكثير من الأحداث. العد التنازلي لضربة البداية صفرت حكم المباراة النرويجي بسم الله وعلى بركة الله في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا، كل الأماني كل الدعوات كل القلوب، تمر السنوات وتظل مباريات المنتخب مشاهدينا أكثر ما يمكن أن ينعكس على مزاج الوطن بأكمله وسعادته مشاهدينا في كرة القدم التي بإمكانها أن تقدم هدية كبيرة، ولا شك بأن جمهورنا يستحق والإمارات تستاهل. الكرة العرضية يا يحيى الغساني، هذه أولاريو كوزمان. ألقاب عديدة على مستوى الأندية، أنا تريد لقبا على مستوى المنتخب يا أولاريو. الكرة من يحيى الغساني، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها تمريرة من خيمة، استلم يا يحيى، لكن الكرة بعد ذلك من بوفتيني يا خيمة عرضية. الكرة بعد ذلك تبعد في اللقطة الماضية والكرة بترجع مرة أخرى. نشوف ونتابع يا علي صالح. شوف في بداية هذا اللقاء العرضية، لكن الكرة بعد ذلك بتتحول. شوف اللقطة، حكم المباراة إلى ماذا يشير؟ الإمارات لا تخسر أبدا. المسألة نعم فوز وخسارة في كرة القدم، لكن الارتباط أكبر من ذلك بكثير. الارتباط بوطننا متابعينا. 4 دقائق عرضية مغربية. أذكر السادة المشاهدين بأن المنتخب المغربي يملك سوي، بيرسل لك كرة، التمريرة تأتي، النقلة تأتي، برافو لوكاس بيمينتا، بيرسل لك كرة، عادت برونو بيرسل لك كرة لكن الكرة مقطوعة. تعود الكرة مرة أخرى من جديد، النقلات التمريرات راحت إلى ربيع حريمات لاعب خط الوسط المغربي، والكرة اللي بتتحول في الجهة اليمنى في التمريرة. عبد الرزاق حمد الله يعود من الإيقاف لكن في دكة البدلاء. طارق السوداني في دكة البدلاء. وليد أزارو، التصويبة يا ساتر، لكن حارس المرمى المقبالي. يا مقبالي نريد هدوءك وتركيزك كرهبة. ويقول أولاريو كوزمان في تصريحه عن هذه المباراة، نتكلم عن التصريح أم ننتظره؟ التصريح قد يأتي، لكن الكرة بترجع مرة أخرى. تشجيع متواصل، أهازيج في المدرجات، انطلاقة والسريعة. هذه المحاولة، السلام على روبن، بيرسل كرة في مكان، عادت بعد ذلك إلى ربيع حريمات اللي بدوره بيرسل كرة. 9 دقائق صارت خطيرة إلى الزحزوح، لكن برافو ماجد راشد. من جديد هذه المحاولة في مكان سليم لمصلحة المنتخب المغربي. شوف النقلات، شوف التمريرات مغربية، فيها انطلاقة، فيها تمريرة، فيها تصويبة، لكن حارس المرمى حمد المقبالي. هذا ثاني تهديد المنتخب المغربي. شوف هذا أنس باش، شوف هذا أنس باش، اللحم الواضح في الصورة. حتى وإن كانت بعض الظواهر السلبية، حتى وإن كانت بعض الأمور التي لا يمكن تعميمها أبدا تظهر في مثل هذه المباريات، بعض التراشق، بعض الأحاديث الجانبية، بعض الأخلاق غير بدون روح رياضية. الكرة بترجع مرة أخرى، تظهر مثل هذه الأمور لا يمكن حقيقة أيضا تعميمها أبدا. تتمنى بأن تشاهدها في مثل هذه التجمعات، تتمنى حقيقة أن بطولة كأس العرب. ولا الكرة عرضية مغربية فيها متابعة، لكن حمد الملحق الإمارات رائع جدا. ولأنه نرجع لهذا، لكن هذه اللقطة وهذه التمريرة، لكن الكرة بعد ذلك مرة أخرى. راح أرجع لك يا طارق الفترة السابقة مع فريق عجمان ودرب الإمارات، مع فريق أيضا ونادي الإمارات سابقا. الكرة العالية والسريعة في مكان إلى الزحزوح معاه ماجد راشد. هنا الزحزوح عدى، هنا الزحزوح مرر. الكرة بترجع مرة أخرى مغربية عرضية خطيرة روسية، لكن حمد المقبالي انهم يقتربون من الخطورة اكثر. شوف هذا الزحزوح خطير في صناعة الألعاب، خطير في الكرات العرضية. نرجع لتصريح مدرب المنتخب المغربي، قال في أنديتنا
قصة طويلة جدا ممتدة لا تنتهي. الكرة بتصل مرة أخرى. يحيى الغزالي مباريات النهائية. آخر نهائي لمنتخب الإمارات كان في 2017 أو في 2018 كأس الخليج في الكويت، والعرضية لكن برافو لوكاس بيمينتا، برافو لوكاس بيمينتا يبعد الكرة. آخر نهائي التي نريدها أيضا أن تعود عرضية مرة أخرى. أن الكابتن الكبير علي الحبسي أيضا يتذكر تلك المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها عرضية، برافو بومينتا. ولو أن المنتخب المغربي بالكرة بترجع مرة أخرى، المنتخب المغربي أفضل أخطر، يتواجد في ملعبنا وفي منطقتنا وما زال يتناقل الكرات لكن في تلك المباراة وتأثر. بعد ذلك التعادل مع المنتخب المصري، بعد ذلك يفوز على المنتخب الكويتي. موعد يريدونه للأحلام والأبيض يريد تحقيقه. هنا الانطلاقة، هنا التمريرة، الله الله، التصويبة الأولى، الكرة والتهديد الأول يا كايو. كان في بالإمكان أفضل، كانت عندك المساحة، كان يحيى بجانبك، كان ممكن التسديدة تكون أكثر دقة. التركيز مطلوب. اخرج حاول، بيرسل الكرة إلى خالد الضرحاني. وين العرضية؟ وين العرضية؟ العرضية تأتي لك في بطولة كأس العرب والكرة بترجع والتمريرة تأتي مغربية باتجاه أمين الزحزوح، خطيرة إلى الموسوي، عرضية لكن الكرة بتتخلص من ساشا. والكرة بعد ذلك شوف الكرة فيها راية وتسلل لكن يشوفون على طول. شوف هذه اللقطة وهذا المساعد واللاعب اللي توقف. شوف هذا التسلل اللي كان موجود أيضا على وليد أزارو، وبالتالي الكرة اللي بتتحول مرة أخرى من جديد لمصلحة منتخب الإمارات الوطني. يعني ما كانت الكرة بترجع مرة أخرى، عرضية تصل الكرة، لوكاس بيفوتها والكرة ما زالت خطير الضغط يأتي ولكن برافو خالد الضرحاني والكرة إلى خارج الملعب. خلونا نقول ان المستوى الفني في هذه البطولة يمكن له ان يكون افضل، يمكن ان يكون افضل لو كانت البطولة في توقيت ايضا يناسب بان تكون كل المنتخبات بتشكيلاتها وتريد ان تستعيد لقب كأس افريقيا. لكن الان الكرة، الله الله، يا برونو يا برونو اختر زاوية، يا برونو قمت بالصعب، اختر زاوية مستحيل اللقطة. شوف المرور بعد التمريرة، شوف التصويبة لكن الكرة سالت وصلت إلى حارس المرمى. فرصة بتضيع، لن تكون الفرص. معوضين الكرة تخبرنا بأنه يمكننا أكثر، يمكننا أكثر يا خيمي في مكان إلى الروبن. يلا يا يحيى، العرضية، الرأسية، الله، ضاعت الكرة، ضاعت وتحولت إلى خارج الملعب. ماذا يبقى؟ سفيان بوفتيني تعرف يا كايو لوكاس، تعرف يا خيمينيز. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل من جديد، المحاولة بتتحول، كرة بترجع مرة أخرى في مكان، راحت الكرة في الجهة اليسرى، عرضية، رأسية، الله، المغاربة يتقدمون بهدف عن طريق كريم البركاوي كالعادة في مباراة كانت متكافئة، إلا أن المنتخب المغربي اصطاد لقطته وسجل هدفا هنا في هذه المباراة بعكس أمانينا، بعكس انتظارنا، بعكس ما كنا نريده في هذا اللقاء. في الدقيقة 28 كرة عرضية، شوف اللقطة، شوف كيف يترك حمزة موسوي هنا بدون رقابة بدون ضغط، يرسل كرة عرضية. شوف كريم البركاوي، شوف هنا يأتي بدون أيضا رقابة أيضا ونجاح من جانب روبن، يرتقي هنا ويضع كرة. كريم البركاوي اللي يتواجد في فريق الظفرة وفي دورينا هو كريم أيضا ويعرف لاعبينا ويسجل هدف المنتخب المغربي في هذا اللقاء في الشوط الأول. سعادة كبيرة لجماهير المنتخب المغربي وهذا وضع طبيعي. انتظروا هدفهم من بعض الكرة بدون ضغط من حمزة الموسوي، بعد ذلك رأسية ورقاب زحزوح
في الجهة اليسرى بنفس الطريقة يحاول فيها وليد أنزارو، لكن يحيى الغساني في عودة للواجبات الدفاعية. الهدف لا شك بأنه صار أكثر سيطرة وأكثر استحواذا وأكثر تواجدا في ملعبنا الآن، والكرة بترجع مرة أخرى إلى أمين الزحزوح. خالد الضنحاني، والخطأ في اللقطة الماضية لا يمكن تركه في هذه الجاية. خالد انتبه، الهدف كان من هنا أيضا، وهذه اللقطة كان من الممكن المدافع الأول. وكرة ثابتة خطيرة راسية، ساشا يبعد الكرة، تعود الكرة الآن باتجاه بلكسوت للمنتخب المغربي، خطيرة تصويبه، الله يا المقبالي، الله يا حمد، يتصدى لهدف محقق للمنتخب المغربي في هذه اللقطة. برافو لحمد المقبالي، شوف الزحزوح وشوف التصويبة وشوف اللقطة التي تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة منتخب الزحزوح. والكرة العرضية، صاروا خطرين صاروا خطرين صاروا خطرين. تفوق الآن، تفوق نفسي، تفوق ذهني بعد أن سجلوا الهدف. سيطر الآن بشكل كبير، وصول إلى منطقة الجزاء لتستمر الآن بعد نسخ. نصل إلى النسخة 11. الآن منتخبنا يحاول، والكرة تعود، والكرة بتصل إلى يحيى الغساني في مكان يا يحيى، بيرسل له كرة. ما زالت المحاولة، ما زالت التصويبة، لكن الكرة إلى خارج الملعب يا كايو لوكاس. هذه كرة كايو، الكرة اللي تحولت بعد ذلك إماراتية، أندية ومنتخبات، لكن الكرة إلى وليد أنزارو، خطير وليد أنزارو، عرضية ممكنة للمنتخب المغربي، تصويبة، الله على ماجد. تعود الكرة مرة أخرى، يا يحيى أسرع في مكان إلى كايو، ولكن هناك خط. تعود الكرة مرة أخرى طويلة وعالية، وصلت الآن من جديد المحاولة، عرضية من كريم المركاوي، ولكن برافو خالد الحل. كيف ستكون الطريقة؟ شوف هذه الكرة كم جاهي خيمي يحاول فيه، والبينية والانطلاقة، يحيى الغساني عداها، هنا الهروب، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلى. بلكسوت يبعدون فرصة من أمامهم، بالرحم عرضية راسية، لكن الكرة من ساشا إلى ضربة ركنية ستكون على يسار حارس المرمى جاسكاس لشوط المباراة الثاني. على بركة الله، شوط آخر لتعديل النتيجة، للعودة مرة أخرى لتقديم ما يستحقه هذا الجمهور الذي يقدم بهدف. لم تكن الفرص كثيرة في الشوط الأول، وإن كانت الأفضلية مغربية، لكن الآن التصويبة، كايو لوكا يخلق فرص ولكن ليس على حساب الدفاع. يحيى الغساني فيها تمريرة، فيها نقلات، فيها تصويبة، الله مستحيل اللقطة، يعني فرصة كادت أن تقلب المباراة مرة أخرى، مش ممكن. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الكرة، شوف التيكي تاكا، عرضية، روبن يصوب، راحت إلى خيمي، النقلة تأتي، العرضية الراسية، المتابعة يا يحيى، لكن الفرصة بتضيع، الكرة بتروح. منتخبنا أفضل الآن. العرب في النسخة 11 من البطولة أطول من اللازم. منتخبنا أفضل الآن هجوميا، المحاولة تصل العرضية، ولكن الكرة خاطئة بتعدي، تغير اتجاه الفرصة بتضيع. كان يمكن وما زال يمكن. تنتظر عرضية، الله مستحيل اللقطة، راسية كانت قريبة وكأنها لقطة دروغبا على الباير. يا للكرة، هل لمست العارضة؟ نعم لمست العارضة. شوف الكرة، اللقطة كانت في العارضة، الله على الدوران يا خيمي، يا سلام على تغيير الاتجاه، عرضية ممكن، المتابعة، من أين يا يحيى، عرضية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية لسه فرصة ولسه إشارة الأوكي، لسه يحيى، تغيير الاتجاه باتجاه بلكسوت، وصلت الكرة في الجهة اليمنى، النقلات المغربية، العرضية، ولكن ساشا يبعدها. تذكروا أنهم سجلوا من أول فرصة لهم في الشوط الأول. برافو يا ماجد يا راشد، برافو يا يحيى، برافو يا خيمي، لا أسحبها بالجيل الحالي، لكن الكرة باتجاه بلكسوت.
بلكسوت. الحمد لله يا وليد أزارو، أنت تلعب معنا يا وليد أزارو، تذكر ذلك. شوف اللقطة، يعني كان متسلل شوي، كان متسلل أعتقد في اللقطة الماضية، لكن عرضية يا ساتر ورأسية من وليد أزارو، لكن مرت بسلام هذه اللقطة. الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى، فيها تمريرة، فيها محاولة، راحت إلى بلكسوت، ولكن برافو، وصلت إلى يحيى. هذه يا يحيى، هذه يا يحيى روسية، ولكن الكرة من جانب برونو في اللقطة التقنية. برونو قبل قليل، ولكن الكرة بتضيع، والآن صارت خطيرة للمنتخب المغربي من أسامة طنان إلى وليد أزارو، ولكن الكرة العرضية في مكان الراسية لمصلحة المنتخب المغربي. وليد أزارو في عليه دفعة، في عليه دفعة في اللقطة الماضية. هذا وليد أزارو يريد أن يسجل أهدافا في هذه البطولة، علما بأن المنتخب المغربي سبق وأن قدم لنا هدافا. ممكن هناك يوصلت إلى خيمي، خيمي يتقدم، عصام فايز إلى ماجد صواب، لكن الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب يا ماجد راشد. ما زالت فرص هنا، عدى عصام فايز مرة، يلا يا روبن، عرضية راسية دربكة. هدوء الآن، شوف التغيير الآن، لو عدت خطيرة، لكن برافو، الكرة بترجع من جانبي. المحاولات وما زالت هناك تغييرات. ريتشارد أوكولور سيكون بديلا، وأيضا أؤمن بالأوقات المتبقية بالحضور بالقدرات بما يمكن فعله في هذه اللحظات. يا روبن يا روبن، هذه فرصة، هذه التمريرة، ما زالت المحاولة، ما زالت الفرصة. الكرة تأتي، ريتشارد إلى كايو، عرضية، لكن الكرة بعد 1-2 بيرسل له كرة، غير الاتجاه بين الخطوط، بين الخطوط، عرضية لمين يا عصام فايز؟ المين هذه؟ مين اليمنى؟ تعود الكرة مرة أخرى في نص الملعب عن طريق الروبن، النقلة عادت إلى خيمي، التمريرات، المحاولات. استمعوا إلى الأصوات، استمعوا إلى النداء، هل هناك من يستجيب إلى النداء؟ ما زال هناك وقت، وما زلنا نؤمن بالحظوظ، وما زلنا نؤمن بالحظوظ يا علي صالح، أن يصل به بالمنتخب المغربي في سنوات طويلة ماضية. لكن الكرة من يحيى راسية الآن تأتي، لكن الكرة بترجع مرة أخرى من خلفهم روبن وكايو. هذا يحيى، هذا يحيى، وقف، سيطر، حاول بين التمرير الآن، لكن بالخطأ. والكرة من لوكاس، برافو يا لوكاس، يحاول فيها، الكرة بترجع إلى سلطان عادل، التمريرة راحت إلى خيمي، المحاولة، يا ريتشارد يا ريتشارد يا ريتشارد، الله يا سلطان عادل، ضربة ركنية كانت تريد ارتقاء أكبر. محاولة فيها عرضية، فيها راسية، فيها دربكة، يا علي صالح من جديد، يا محاولة من كايو، ولكن الكرة بتبعد من عصام فايز. لن يتقدم بيمشيها، لكن أطول من اللازم. وصل إلى ريتشارد على تنفيذ ضربة ركنية بكرة عرضية راسية، التصويبة التصويبة التصويبة، يا رب المتابعة، لكن الكرة وصلت إلى حارس المرمى. أوه، الكرة أيضا تتلاعب بمينتا بإرسال كرة عرضية عالية، لكن سهلة من مرة أخرى. عبد الرزاق كنترول، بعد ذلك هات وخذ، راحت للخطير عبد الرزاق حمد الله، راحت للخطير عبد الرزاق، استلم عبد الرزاق، سلم المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله بأهداف الآخرين، بأهداف الآخرين. أشرف المهداوي يشرف على إنهاء هذه اللقطة، ويصل ويقترب بالمنتخب المغربي للمباراة النهائية. هكذا يكون العقاب، هكذا يكون العقاب على الفرص التي تضيع هناك وتسجل هنا، هكذا تزداد حسرتك على الفرص التي لا تسجلها هناك وتستقبلها هنا. شوف عبد الرزاق، شوف الوتو، شوف النقلات، شوف أشرف المهداوي، هذا هدف سجل السكتيوي. البدلاء اللي نزلهم، البدلاء اللي نزلهم، أشرف المهداوي لاعب فريق التعاون، عبد الرزاق لاعب فريق الشباب، النقلات، التمريرات، وهنا الإشراف على إنهاء هذه اللقطة بعد أن اصطدمت في المدافع وتحولت إلى منطقة الجزاء وإلى المرمى، وبالتالي سعادة كبيرة. ابتسامة
ابتسامة الحسرة مع بعض من جانب كوزمان، وشايف الغضب وشايف هنا سعادة كبيرة سينفجر الآن أشرف المهداوي بعد أن قرب المنتخب المغربي من الوصول إلى المباراة النهائية وسط حسرة أبدا. ما زال هناك 5 دقائق ولو أن الأمور أصبحت أصعب الآن، والكرة العرضية وصلت باتجاه علي صالح لكن وصلت إلى حارس المرمى. آخر 5 دقائق مشاهدينا متابعينا، شوف هنا الدموع التي نشاهدها، شوف برونو، شوف هنا الحسرة، شوف هنا جماهير لاحظ هذه الفرصة، ومع كريم البركاوي ومع أيضا أشرف المهداوي صارت 2-0. يحيى الغساني في كرة القدم مشاهدينا متابعينا دائما هناك فوز وخسارة نعرف ذلك، لكن خيمي بيرسل كرة عالية أمامية، الكرة طالت على السلطان. اختار المنتخب المغربي بأن يكون قادرا في الجهة اليسرى. تعود الكرة مرة أخرى إلى ريتشاردو كولور، يحاول يرسل الكرة إلى علي صالح، هتأخذ عرضية راسية لكن الكرة أيضا ترجع مرة أخرى. التمريرة تأتي، التصويبة ممكنة، ما زالت المحاولة قائمة والفرصة، والكرة إلى يحيى نادر. يظل جمهور الإمارات هو أكثر من يستحق الإشادة، الأكثر من يستحق التقدير، التحية تحية حقيقية لكل جماهير الإمارات الوفية التي حضرت وتواجدت، وهنا فرصة أخرى يحسمون من خلالها كل شيء. عبد الرزاق حمد الله لا يشارك هنا إلا ليقوم بهوايته وينهي كل شيء بثلاثية نظيفة مشاهدينا يصلون من خلالها إلى المباراة النهائية. صنع وسجل وأنهى كل الآمال، ووصلت المغرب مشاهدينا إلى نهائي آخر في تاريخها بحثا عن لقب ثاني في تاريخ الكرة المغربية. عبد الرزاق حمد الله الهداف الذي لا يجيد شيئا أكثر من ذلك، نعم، ولا يعرف دائما سوى تسجيل الأهداف في كل المناسبات. دقائق بسيطة لكي يتمركز، هفوة دفاعية، هذا الكارتي. كنا نتمنى على الأقل أن تكون الخسارة على الأقل بنتيجة 1-0، لا أن يتم الانهيار في الدقائق الأخيرة. طارق السكتاوي ينجح في تغييراته في تبديلاته، شوف وليد الكارتي، شوف العرضية، وشوف هنا الهفوة، وشايف عبد الرزاق حمد الله ينهي كل شيء. هارد لك لجماهير الإمارات، حظ أوفر لجماهير الإمارات، هارد لك لكل من كان يتمنى فوز لجماهيرنا. مبروك من الأعماق بكل روح الرياضية لكل الأشقاء في سلطنة في أهلنا في المغرب، لكل الأشقاء يا طارق السكتاوي وعبد الرزاق حمد الله وبقية الأسماء وجماهير المغرب في كل مكان. مبروك من الأعماق هذا الوصول المستحق لفريق منظم ولفريق قاد